السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يجعل نهاركم سعيد. روتين النهاردة كله نشاط، كله حيوية، كله طاقة ايجابية. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. عايزة اقول لكم لازم نتمنى الخير لبعض عشان ربنا يرزقنا جميعا. وعايزة اقول لكم انا يا سمسمة من ابسط خلق الله، وطول ما فيا نفس مكملة. ماليش ظهر وسند غير ربنا. وبقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا، هو الحمد لله. بشكر كل الناس الجديده اللي دخلت عندي في القناه، وجودكم شرف ليا ونعمه في حياتي. واللي لسه ما اشتركش ينزل بقى تحت يعمل اشتراك في القناه، واقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا شفيع ويا رسول الله. تعالوا بقى شوفوا اول حاجه هبدا بها يومي ايه النهارده بقى يا حبايبي. اول حاجه بقى هبدا بها يومي، انا بصراحه عملت كذا شغله كده في الشقه، واستنيت على ما الندى طار كده من قلب من على الزرع، لان الندى بينزل على الزرع بيغرق الدنيا. يعني الواحده وهي ماشيه كده بتلاقي هدومها كلها مبلوله بسبب الندى اللي بيبقى مغرق الزرع ده كله بيبقى مبلول. فقلت عما اخلص بقى كده كام حاجه في الشقه وبعدين انزل احش الدوريه، علشان مفيش اكل خالص للجاموسه عندي. فقلت بقى ايه انزل باخد الشرشره كده وانزل احش ديت. حاجه هبدا بها يومي. بحاول اخلي كل يوم بصراحه بحاول اخلي الشغل الموجود بره الشقه او بره البيت اول حاجه بعملها خالص في يومي. وبعد كده بخلي بقى اي حاجه موجوده في الشقه بعد كده عادي. النهارده بقى لقيت ان ده كتير قوي. انتوا عارفين بقى ان الجو بقى يعني ايه داخلين بقى على الشتاء، او دخلنا بقى في الجد في الشتاء، ان الجو بقى ساقع قوي بالليل. عايزه اقول لكم ان البنات بيقولوا يا ماما هاتلنا اي حاجه غطا عشان نتغطى، هاتلنا البطاطين بقى عشان خلاص احنا سقعانين. وطبعا بيبقى فيه شبوره بقى نازله الصبح بتبقى موجوده طول يعني ايه تفضل موجوده كده لحد الساعه 9. فانتوا عارفين طبعا ان انا بصحى بدري بقوم اتوضى واصلي الفجر وبقرا قران وبسبح واحمد ربنا وكل حاجه. انا ابسط حاجه خالص يعني. بس عايزه اقول لكم الصلاه اهم حاجه يا جماعه. الصلاه الصلاه الصلاه. صلوا صلوا عشان ربنا يفك عننا كل الحاجات اللي بتحصل ديت. الزلازل والحوادث المفاجئة، وفي حاجات كتيرة يعني من علامات الساعة. فبقول لكم كل واحد يا جماعة والله يلحق نفسه. الدنيا ما فيها اي حاجة خالص ينبكي عليها، هي شوية ايام واحنا عايشينها وخلاص بالطول وبالعرض ده احنا بنقضيها. بس اهم حاجة ان الدنيا ما تسرقناش. لا، انت اللي هتشتري له التليفونات اللي وانا احنا بتجوز. ماسكينها ديت ما تسرقناش. يعني عايزة اقول لكم ان الواحد مجرد بس ما بيمسك التليفون كده يشوف حاجة بتاع تبص تلاقي فيديو بيجيب فيديو، ده بيجيب ده بيجيب ده، وبيوصلنا لحاجة خالص. يعني الناس بقت يعني بقت ملهية بالتليفون. كل واحد تبص تلاقيه قاعد بس حاطط بوزه كده في التليفون وباصص فيه، اذا كان الزوج ولا ولا الزوجة ولا الولاد. ومحدش ما بقناش نتكلم مع بعض زي الاول. ما بقاش فيه يعني حياة زي الاول. يعني كان بيبقى عايزين كمان ساعة على الاكل يمسكوا التليفونات. لا ده ما ينفعش بصراحة. التليفونات دي اصلا ما كانتش موجودة. افتكروا كده ايام زمان ان ما كانش في اصلا تليفون الا التليفون فبردان ورا، اللي هو خلي بالك السماعة عشان اللي هو الاقيكي الارض ده. سرقتي مني. وكانت الدنيا ماشية والناس كانت قريبة من بعضها والناس كانت بتحب بعضها وكان في حاجات كتير. قلبك خفيف. فالواحد بيقول ربنا يعافينا بقى. التكنولوجيا والنت دولت هيخربوا الدنيا. وعايزه اقول لكم بقى لازم تلحقوا نفسكم يا حبايبي عدم بالصلاه. مهببة. الصلاه اهم حاجه. الصلاه اللي تغفر لنا يوم ذنوب من ذنوبنا يوم خدت منك القيامه. حاجة مهببة طول ما يا اختي. الواحد بيصلي هتغفر له شويه من ايه من ذنوبه يوم القيامه. طب انتي بقى كمان لو ما بتصليش يبقى ايه بقى؟ يبقى ربنا يرحمنا بقى. بصوا بقى انا حشيت كميه كهيت كويسه. بعد ما خلصت بقى كده حش بقى. اوه. هطلع بقى اشيل اهوت على دماغي كده واطلع. شايفين بقى انا شايله كميه قد ايه على دماغي. بس الواحد بيقول الحمد لله. يعني ربنا يدينا الصحة ونفضل ماشيين ونفضل نعمل ونفضل نقضي ونفضل نشتغل. ماليش غير ربنا وهو الحمد لله. بعد بقى ما احط بقى كده هجيب بختم كده للحمارة. علشان الحمارة بقى ايه تقف كده تاكلهم كده. بس بقى اقولك كمان ان انا برضو خدت وقت هنا في الحش واغسلها الحلة بقى كده واخش اجيب لها مية نضيفة. علشان انا لما تخلص اكل دلوقتي تشربها. كان عندي بقى ايه كمية مواعين ما اقولكوش عليها قد كده كشت مليان على الاخر. عايزه اقولك كمان ان انا مبغسلش الا مره واحده في اليوم. يعني انا مثلا مش من النوع اللي هو ايه مش متعوده كده ان انا اغسل مثلا حاجه اتوسخت على الحوض. لا انا اتجوزت بقى وبقيت اغسل مواعين في البحر، فخلاص خدت ان انا اغسل مواعين في البحر.
مش عارفه اغسل ولا طبق على الحوض، غير بقى كوبايات الازاز هي اللي بغسلها على الحوض علشان بخاف عليها بصراحه عشان ما تتكسرش. انما كل المواعين بلمها اجيبها في البحر، حلة الاطباق معلق بقى، السكاكين بقى، كل حاجة انتوا عارفينها يعني. وعايزة اقولكم ان نفس المواعين ديت بغسل فيها بقالي كام سنة والله يعني الاطباق هي الصواني هي الحلل هي يعني الحلة اللي ابتدت تتخرم من كتر الغسيل والأعمال فيها. عندي 3 4 حلل كده بطبخ فيهم، وشوية الأطباق كده مالية بيهم المطبقية بغرف فيهم، والمعالق هي والحمد لله. وبعد الغلا ده حد عارف يشتري حاجة؟ يعني يدوبك الواحد الحمد لله بياكل ويشرب وبيقضيها زي ما تتقضى، زي ما ربنا بيعمل بقى. الغلا بصراحة بقت حاجة فظيعة مش طبيعية. بس يلا بقى الحمد لله الحمد لله انها ماشية كده قوي بالستر، ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها علينا. والواحد طول ما ربنا مديله شوية صحة وسترها عليه خلاص هو مش محتاج اي حاجة تاني من الدنيا. ربنا بس كبير، ربنا كبير يا جماعة. ادعوا بس ربنا كده بأي حاجة انتم محتاجينها، وإن دعوني إذا دعوتم فاستجب لكم. أهم حاجة إن احنا ندعي ربنا، وإن شاء الله فرجه قريب، إن شاء الله فرجه قريب. اسمعوا بس مني الكلمة دي، بس انتوا قولوا يا رب. والله العبد في التفكير والرب في التدبير. عايزة أقول لكم إن الواحد مسافة ما يحط دماغه في حاجة، أي حاجة أنا عايزاها أو محتاجاها أو البنات محتاجينها بلاقي ربنا بيبعتها من أي باب. يعني مش عارفة بصراحة هي بتوصل ازاي، بس أنا بقى أبص كده للسما أقول يعني معقولة يا ربي انت كنت حاسس باللي جوايا، انت عارف انا كنت محتاجة ايه. سبحان الله سبحان الله. فديت الواحد بيدعي ويفكر ويحاول ويعافر عشان يدبر الحاجة اللي هو محتاجها، وربنا فعلا بيبعتها له. صدقوني قربوا من ربنا. بعد ما خلصت بقى الاطباق كده وكل حاجة، فاضل بس بصوا بقى منظر البحر بقى الجميل بقى بتاعنا. شايفين بقى الشجر بقى كده على شط البحر كده مزروع. الشجر ده عمره سنين، ما تفكروش ان الشجر ده يعني مزروع لسه قريب ولا حاجة. الشجر ده عمره سنين، وشكل البحر والطبيعة. والله اتمنى تيجوا هنا تقضوا يوم وتشوفوا بقى جمال البحر كده وعظمته، حاجة روعة كده. بعد بقى ما خلصت اهوت المواعين، كان فاضل بس الغطا ده. انا اكره حاجة اغسلها غسيل الغطيان دي، ما بحبهاش خالص بتاخد معايا وقت وبتوجع ايديا على ما اغسلها وحاجات كتير بقى. غير بقى طبعا المواعين الألمونيا ديت صعبة بصراحة في غسيلها، وخصوصا الغطيان بتاعتها. المواعين الألمونيا الستانلس بتنضف بسرعة، ما بتخليش الواحد يقعد يحت كده بايديه. بس الحمد لله خلصت اهوت. بعد ما خلصتهم بقى كده بصراحة ما كنتش عارفة اعمل ايه بقى النهاردة. قالت بقى بطاطساية كده على الغدا وطماطم وجبنة وورد فلفل اهوت مع وبتنجان. وكمان قطعت كده خيارة كانت موجودة عندي في التلاجة، وكان عندي كيس العجينة ده برضو موجود عندي في الفريزر. عملت عليه بيضة كده وشوية كربونات وكده وقليته. وده بقى كان الغدا بتاع النهاردة. يلا بقى على قد لحافك مد رجليك، او زي ما بيقولوا على قد ايدينا نمشي امورنا. وهناكل ونشبع، ولا لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجة. احلى اكلة دي. يا رب بس في النهاية يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا اشتراك للقناة ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.